بعد أن صمدت أمام الحرائق والعواصف والزلازل ل3000 عام، مدينة النمرود تدمر خلال ساعات على يد تنظيم داعش المتطرف. وزارة السياحة العراقية قالت إن التنظيم اقتحم المدينة الأثرية شمال البلاد وبدأ بتدمير معالمها باستخدام الجرافات. مسؤول عراقي يعمل في مجال الآثار أكد أنه لاحظ خلال الأيام الماضية وجود شاحنات عند مدينة النمرود، ما قد يرجح قيام التنظيم بنقل بعض آثارها لبيعها. وتحتضن المدينة التي تأسست على ضفاف نهر دجلة في القرن ال13 قبل الميلاد تحتضن عدة مواقع أثرية مدرجة من قبل منظمة اليونسكو كمواقع تراث عالمية، وهو ما دفع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد عملية التدمير هذه، والتي لم تكن الأولى من نوعها. ففي الأسبوع الماضي نشر التنظيم المتطرف شريطا مصورا أظهر تدميره لآثار متحف الموصل.